التليفون ده كان واقع في ميه الساعة 6 الصبح دلوقتي. قسما بالله شغال في التليفون ده بقالي 3 ايام لان صاحبه عايز الداتا، وفي الاخر تطلع الذاكرة بايظة. غيرت التلات بورد كلهم على حسابي، يعني فوق اي تكلفة انا ممكن اقدر اخدها من العميل، وللاسف الذاكره بايظه ومش هقدر ان انا اطلع له منه الداتا. الفيديو ده عشان الناس اللي بتقول محدش بينشر خيبته، انا بنشر خيبتي. مش كل التليفونات بننجح في تصليحها، والله العظيم بذلت مجهود مش ممكن حد يتخيله. 3 ايام ما سبتش لاين واحد في التليفون ده ما فحصتوش عشان استبعد كل حاجة غير الذاكرة، ان انا بشوف العطل ممكن يكون جاي من اي حاجة تانية غير الذاكرة. وللأسف العطل من الذاكرة، والجهاز مش هيخرج منه داتا، والعميل مش عايز يصلح التليفون غير عشان الداتا، لان الجهاز حالته سيئة جدا، والميه طبعا مغرقه مبوظه الكاميرات ومبوظه الشاشه ومبوظه الدنيا كلها. فطبعا ده جهاز مش هيتصلح دلوقتي. لما اجي اقول للعميل ان الداتا مش هتطلع، فهيقول لي قفله ورجعه زي ما كان. دي اسوأ حاجه في صيانه الموبايل، ان انت بتشتغل تشتغل تشتغل وبس يا بابا، بس يا حبيبي، تقعد تشتغل 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 وانت مش ضامن انك تنجح. علشان بس الناس اللي مفكرة ان احنا على طول بننجح، طبعا الحمد لله يعني. عندي خبرة كبيرة في المجال وعندي نسب نجاح عالية جدا، بس كل فين وفين كده يجي جهاز يطلع وبعد كده آه، افشل. الفشل جزء من من الحياة، من التجربة، من الاكسبيرينس. بتتعلم من فشلك، بنتعلم الصبر. صبرنا يا رب. بس عشان الناس اللي بتقول ان محدش بينشر خيبته، فانا بنشر خيبتي.